شوفي، احنا هننضف كل الغدد الليمفاويه اللي تحت الابط عشان نضمن ان الورم ما يرجعش، ونضمن ان احنا نخف اسرع، وده اكيد احسن، وهننضف على قد ما نقدر. الكلام ده صح ولا لا يا دكتوره ساره؟ الكلام ده غلط تماما. ما بقاش فيه دلوقتي علميا اي حاجه evidence based او مدلل عليها او في دليل عنها بيقول ان انا كل ما اشيل غدد لمفاويه تحت ابط اكتر في سرطان الثدي، ده معناه ان ده نتائج افضل على اللونج ران او على المدى البعيد. بالعكس، ده كل ما نشيل غدد لمفاويه اكتر، كل ما كان التاثير او الضرر على الدراع من حته التصريف والتصريف الليمفاوي اعلى. يعني ايه؟ يعني كل ما شلنا الغدد الليمفاويه اللي بتصرف الليمف او الليمفاتيك درينج او التصريف الليمفاوي من الدراع، كل ما شلنا اكتر كل ما التصريف قل، فبالتالي يحصل تورم في الدراع وهيحصل حاجه اسمها ليمفيديما او تورم ليمفاوي، وده ممكن يؤدي بعد كده للمرض الفيل او اليفانتيزز في الدراع، وان هو ممكن ما نعرفش نستخدمه تاني، ولا قدر الله يحصل عجز تام في الدراع بسبب ان احنا شلنا غدد لمفاويه كتير. فبالتالي احنا لازم نتشخص صح، نقيم صح. طب ايه هو الصح؟ ان احنا لما نروح لدكتور متخصص في سرطان الثدي ويطلب الاشعاعات بتاعته، سونار والماموجرام واي فحوصات تانية لازمه، وبنعمل العينه من الورم ونتاكد ان هو ورم خبيث، بنعرف الدلالات الهرمونيه بتاعته، فبنعرف النوع البيولوجي للورم، وبالتالي بنحدد الخطه العلاجيه. طب بالنسبه للغدد بنعمل معاها ايه؟ لو لقينا الغدد الليمفاويه دي مش مصابه، يعني ما فيهاش تضخم نتيجه الورم، رياكشنري او نون سبيسيفيك ليمف نودز اللي هي غدد لمفاويه التهابيه، ولكن ما فيش اي غدد مصابه نتيجه الورم، بنقول ان الورم ده غدد سالبه. طب بنعمل ايه للورم الغدد السالبه؟ بنعمل حاجه اسمها الغدد الليمفاويه الحارسه او استئصال الغدد الليمفاويه الحارسه، وده اسمه سنتينل ليمف نود. يعني ايه سنتينل ليمف نود؟ يعني بشيل الغدد الحارسه بتاعه الثدي اللي لو الورم بعت ليها، الورم بدأ ينتشر، هيروح لهذه الغدد، وبنشيل من حوالي 3 ل 5 غدد فقط لا غير، وده بيحافظ على الدراع وما بيحملش اي اثار جانبيه على المدى البعيد، ولا بيستدعي ان يبقى في احتياطات اخدها عشان تقي الدراع من التورم فيما بعد، فبالتالي عشت حياتي طبيعيه كأن الدراع ما اتلمسش. طب ده بيتم ازاي؟ بيتم عن طريق حقن صبغه زرقاء او ماده مشعه قبل الجراحه او اثناء الجراحه، والغدد اللي اتلونت باللون الازرق او بقت فيها الديتكتور، بيبقى معايا الجهاز اللي بيحدد الغدد المشعه، وبنشيل الثلاث للخمس غدد دول فقط ونبعتهم يتحللوا. ده في الحالات اللي الغدد الليمفاويه مش مصابه. طب يا دكتوره انا حالتي فيها غدد ليمفاويه مصابه، هنعمل ايه؟ ما انا لازم اشيلها كلها. لا، لو الحاله فيها غدد لمفاويه مصابه، اقدر ان انا ابدا جلسات كيماوي الاول. الكيماوي هيصغر الورم وهيخلي الغدد الليمفاويه المصابه تتحول من انها مصابه لغير مصابه، من بوزيتيف نود لنيجاتيف نود، وبالتالي اقدر اعمل التدخل بتاع الغدد الليمفاويه الحارسه او السنتينل ليمف نود. فبالتالي حتى لو انا النوع الهرموني اللي المفروض يعمل جراحه الاول، فيعني ما بقاش في حاجه تمنع او تجبرنا ان احنا نعمل جراحه الاول في وجود غدد لمفاويه مصابه. انا اقدر اخد جلسات الكيماوي وبعدها الغدد تخف، وبالتالي ما اقدرش اشيلها، وده في اغلب الحالات. في لا قدر الله حالات مش بتستجيب قوي بالطريقه اللي احنا بنبقى عايزينها، لكن هو اوبشن موجود. يبقى انا ما ينفعش اتسرع واروح اعمل الجراحه الاول واعمل تفريغ للغدد الليمفاويه في وجود فرصه ان انا لو خدت كيماوي الاول احتمال الغدد الليمفاويه تتحول من بوزيتيف لنيجاتيف، وبالتالي اقدر اعمل الغدد الليمفاويه الحارسه واحافظ على الدراع تمام المحافظه، وما يبقاش عندي اي اثار جانبيه للدراع بعد كده. وده طبعا بيتم مع جراح متخصص في جراحات الثدي عشان يبقى عارف المانوفر او التكنيك بتاع حقنات الصبغه او الماده المشعه، وبالتالي يشيل الغدد الليمفاويه المطلوب استئصالها فقط، من غير ما يجور على بقيه الغدد الليمفاويه اللي ما تستحقش ان احنا نشيلها، ويبقى انا وفرت على المريضه ان احنا نخش في اثار جانبيه على مدى بعيد كبيره جدا. كان معاكم دكتوره ساره زيتون، استشاري جراحات اورام الثدي التجميليه. ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب عشان تعرفوا اكتر عن اورام الثدي.